موتك يا عاله مسرعه، في القرية عمل فاجعه، كم لجلك عيون دمعه، ظنيت ان عمرك طويل، بصدم قدر وغاب، سار اليوم تحت التراب، وباليوم 70 واب، من هذا الزمان البخيل، من بعد الجمال علي، سار اليوم بيت خلي، يا قهري ويا بطلي ما حد به يقع له مثيل، يا قهري ويا بطلي ما حد به يقع له مثيل. كتب كلمات هذا المرثيه الشاعر أبو محمد عدنان اللمذي، قالها رثان وتعزي بعد رحيل صديقه ورفيق دربه المرحوم الأخ علي ناصر نشوان رحمة الله تغشاه وأسكنه في جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أداه الشاعر أبو أسعد النصيري هندسة خرج السادة هشام الكوماني. مع تحيات تسجيلات الكوماني. يا الله يا مجيب من سأل، باسمك بابدع المستهل، انت الاصل وانت الامال، المخلوق نعم الوكيل، يا رب احمدك واشكرك ما غابت ودار الفلك، لا ضاقت علي اذكرك ترضى دهلوني يا دليل، صالح يطلع نهاد نوم العين منه شرد، حنق العلم ما زد رقاد ومس القلب يشعل شعيل، قالوا له علي قدر حال يا عدنان جاه الأجل، فلت كل شي واتكال فارق صاحبه والزميل، حسيت ان قلبي خفاق والكون ارتفع والطبان، والحيدة ارتعش وافتلاك حين شفته جاهز للرحيل، بعز جمع اخوته واصحابه وغرامته، من جهله العزا ساحته شكرا له بيلقى الجميل، كان الاخ كان الصديق محسوب الجمال شقيق، وعنده يساوي فريق هذا الوقت مثل قليل، طبعه كان مثل العسل عند الكل وسط المحل، في المجلس يحب الهزال ما يرتاح قالت وقيل، كان عانه عليه في المرض وتعذب وهو ما نهض، وإسرائيل روحه قبض بنفه لأمر الجليل، لو عد كان بشي أمل نلقى للمرض أي حل، كنا به نحاول دبال لجله نعمل المستحيل، لكن القدر لا حضار ما يرحم وقلبه حجر، متسلط لكل البشر ما يقبل تقدم كفيل، موتك يا علي مسرعه، في القرية عمل فاجعه، كم لجلك عيون دمعه، ظنيت ان عمرك طويل. ابو صدام غادر وغاب، صار اليوم تحت التراب، وباليوم 70 واب، من هذا الزمان البخيل، من بعد الجمال علي صار اليوم بيت خلي، يا قهري ويا باطلي ما حد بيقع له مثيل، ابو صدام غادر وغاب، صار اليوم تحت التراب، وباليوم 70 واب، من هذا الزمان البخيل، من بعد الجمال علي صار اليوم بيت خلي، يا قهري ويا باطلي ما حد به يقع له مثيل، نبر الموت لا سمحه ما واحد وما يجرحه، ما خلى لنا مفرحه ما غير البكاء والعويل، يا
بن علي بو خيال فلت أسرته والعيال سار اليوم تحت الرمال فرق للولد والخليل شفت الولد والبنات ما صدق تخزن بقات حسيت الكبد والريات ان الدم منهن يسيل يا هوا صدمنا بوعدك طول العمر بوقف معك واحسبني قف ابوك لوك اني بعد ابوك البديل يا والله بسألك واطلبك ضيفك تدخله جنتك ومحتاج الى رحمتك عزه واسكه السلسبيل واختمها بذكر النبوي ما مسن السما يسكبي من قلبي وهو مطلبي على المختار طه الفضيل.